الأسطورة محمد أبو تريكة يتغنى بالأهلي بعد الفوز الكبير على الداخلية اليوم. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، ونعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. علق النجم المصري محمد أبو تريكة على فوز الأهلي على الداخلية اليوم، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل فاجأ بها الجميع. قال أبو تريكة: في البداية أنا ببارك لكل جماهير النادي الأهلي وبقول لهم اطمنوا على فرقتكم، ما تقلقوش أبدا. الأهلي هيفضل هو الأهلي بتاع المواقف الصعبة ومش هيتغير، وأنا عندي ثقة في ربنا وفي اللعيبة الكبيرة اللي موجودة إن الدوري أهلاوي بإذن الله. ثانيا لازم أشيد بأداء اللعيبة كلهم، وخاصة وسام أبو علي مهاجم الأهلي وهداف الفرقة دلوقتي. مارسيل كولر مدرب شاطر جدا، ومهما تقفل قدامه وتلعب بأسلوب دفاعي هيعرف يخترق، وهو كمان هايل في الموضوع ده. واحمد عبد القادر لعيب كبير ودايما بيعمل مشاكل لأي مدافع بيلعب عليه. أتمنى أنه يحافظ على مستواه الفترة اللي جاية لأنها مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، وفي لعيبة كتير مستواها ثابت، وده ظهر النهاردة لما شفنا تألق إمام عاشور وحسين الشحات والفاعلية الهجومية اللي عاملينها. الأهلي عينه على اللقب، وأعتقد أن المباريات اللي جاية كلها في الدوري مارسيل كولر عامل حسابها مباراة وهتتاخد وكأنها مباريات كؤوس مش مباريات دوري عام.